احبابي، الحلوه الزمنيه اللي كنسميوها حلوه البليغه. كتجي اقتصاديه وغزاله تبارك الله، وكتعطينا واحد الكميه وفيره، وفي نفس الوقت راها ما كتموت شيء، كتبقى معنا طول الحياه. يلا معنا ان شاء الله نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقه ديالها. مرحبا بكم احبابي، وما تنسوني شي في واحد اللايك الله ينوركم، وشي تعليق الا جات على خاطركم وخليت لكم الراحه. السلام عليكم احبابي، مرحبا بكم معايا في قناه امينه الركراكيه. ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم البليغه، حلوه البليغه اللي كتعجب الناس بزاف ومحبوبه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. غنشاركها معكم بالطريقه ديالي ان شاء الله باذن الله، وغنوريكم السر ديال النجاح ديالها، علاش كتجي هشيشه وفي نفس الوقت مقروشه. عندي هنايا 400 غرام ديال الطحين الابيض، بطبيعه الحال راه مغربل. وعندي هنايا 600 غرام ديال الزنجلان. انا اليوم تعمدت ما نديرش قد الطحين قد الزنجلان، فوت شويه الطحين الابيض، لان مني الوقيته اللي كندير الزنجلان بزاف كيمشي ليا غير في الزيت. وعندي هنايا 2 معالق ديال النافع البلدي والنافع البستاني، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، كتجي فيها قرفه زوينه، ومن طبيعه الحال واحد القبيصه الملح باش تجينا بنينه. وهنا كنزيد واحد نص ساشي ديال الفاني. وعندي هنايا واحد الخميره حتى هي وحده. دابا غنخلط هاد النواشف كلها، نخلطها مزيان مزيان حتى يتماسكوا كلهم، وعاد داك الساعه غنبقى ان شاء الله ندير السوائل. هنا بعد ما خلطتهم مزيان غندير واحد الحفيره باش غنخوي فيها هاد السوائل هادو. عندي كاس ديال الزبده نوازيط، ذوبتها مزيان، والزبده من الاحسن تكون من نوع جيد. وكاس ديال الحليب، وفيضت فيه الزعفران شعره. وعندي صفر ديال البيضه، درت غير الصفر ما درتش البيض، لان البيض اللي درناه فيها كيطلق الكشكوشه ملي كنكون كنطيب فيها. وعندي معلقه صغيره ديال الخل، وعندي كاس ديال العنبه ديال ماء الزهر. بسم الله على بركه الله. دابا غادي نخلط هادشي كله. غادي نحاول نجمع. وهنايا غنزيد واحد شويه ديال الكركم، الخرق ومعرق، باش غتعطيني اللون، لان هذاك الزعفران ما عطانيش اللون بزاف اللي بغيت. بسم الله. صافي غادي نبقى نجمع هكا دابا. علاش درت داك الفاني؟ باش يحيد ليا الرائحه ديال البيض، كتكون مجهده في الحلوه. عرفتوا على الريحه طالعه مع هذا الماء ديال الزهر وهذا النافع المطحون. النافع دائما ملي كيكون مطحون كيعطينا الريحه تبارك الله مجهده. بعد ما جمعتها زدتها على هذاك المقادير اللي عطيتكم. زدتها كاس الا ربع ديال الماء باش تجمعت ليا كلها. هذوك السوائل اللي درت وزدت عليهم كاس الا ربع ديال الماء. ضاربه غير مع هاد الكاميرا مره كطيح ليا، داكشي علاش ما صورتش معكم. دابا بعد ما عجنتها هانتوما بحال هكا، ماشي قاصحه بزاف بحال ديال الشباكيه او ماشي رطبه. دابا غنديرها في واحد السلوفان وغنخليها حتى الصباح ان شاء الله، عاد يمكن ليا نخدمها. ممكن ديروها في الصباح وتخدموها في العشيه باش ترتاح بزاف. ممكن تبيتوها، ما عندنا شي مشكل. هي حتى لما ما مسالين شي كنقطعوها هكا قطع وكنديروها في السلوفان وكنديرها في الفريغو. الوقيته اللي ساليت كنخدمها. بعد ما باتت ليله كامله هاد العجينه ديال البليغه، دابا جبتها وعاودتها فتليت مزيان، تخرجت من هذاك الهواء وقطعتها على هكا اللي عطاتني 6 ديال الكويرات. دابا غادي نخدمها ان شاء الله بالمدلك وبهذا المطبع هذا بلا ما نحتاجو نعبروا المسطره. من الاحسن هذا ديال صابلي كندير هاد الجهه اللي من هنا خاويه. بعد ما دلكتها مليح هانتوما خليتها على هذا الشكل هذا.
هكا. ودابا غادي نبدا ان شاء الله باذن الله غنقطع فيها هكا، غادي نطبع هكا حتى نكملها ان شاء الله كامله. من بعد كنفرش ليها بلاستيكه علاش كنورقها وكندير لها بهذا الشكل هذا. كنديرها مغايره على الشكل الاول ديالنا هكا، كنقبطها من هنايا بحال هكا، كنقبط هذا الراس مع هذا الراس وكنخليهم واقفين بحال هكا. كنحاول نورك عليهم بزاف، خصوصا العجينه ملي كتكون التحت ديالها كتكون رطبه والفوق تتكون ناشفه شويه هكا، باش كتقبط ليا وكندير ليها هكا وكنحطها على هذا الشكل هذا باش الوقيته اللي كنقليها كتبقى مزيانه. ومن بعد غنحيد هاد الزوائد كلهم، غنجمعهم ونديرهم في الميكا، وغادي نحاول نخدمهم بحال هاد الطريقه الاخرى. من الاحسن ما نخليوهاش غليظه بزاف، اذا كانت رقيقه كتكون زوينه وكتكون مقروشه في نفس الوقت كتخرج بزاف. انما لا خليناها غليظه ما كتعجبنيش صراحه غليظه. ملي كتقلى كتبان في هذاك الغض وكتجي مخبزه، ما كتعجبني شيء. وهذا الرقيقه كتجي فنه وكتجي مقروشه. بزاف الناس كنصاوبها ليهم وكتعجبهم بداك الرق ديالها، واخا كتضيع شويه الوقت ماشي مشكل، المهم انها كتجي زوينه وهشيشه. وعلى عاد المذاق خلاص ما نهضروا شيء عليه تبارك الله. ممكن نعجنها بحال هكا ونورقها ونخليها حتى تنشف، نديرها في واحد الطاوه وكنخليها حتى تنشف، عاد ديك الساعه كنقليها كتجي مزيانه ان شاء الله باذن الله. غادي نوريها لكم في النهايه باش غتشوفوا الطريقه ديال البليغه ديالي. عمرني ما شاركتها معكم، واخا في الشهر الكريم ديال رمضان ما عمرني ما شاركتها معكم، درتها ولكن ما كانش عندي الوقت باش نصور، لان كتعرفوا التصوير راه كياخذ الوقت، خاصك تقاد، خاصك تصوب، خاصك بزاف د الحوايج، ما يكونش الصداع، ما يكونش الهراج. انا الوقيته اللي كنبغي نخدم كيكون الصداع ما كنصور شيء معكم. من بعد ساليت دابا هاد الطاوه الاولى غادي نكمل. هانتوما دابا كنخليها كلها كتنشف باش تجيني ساهله في القليان وما كتبقى شي تحل. الوقيته اللي كتنشف مزيان وكتكون مقبوطه هكا ما كتبقى شي مازال تحل. دابا بعد ما ساليت درت الزيت تسخن مزيان، غتسخن مزيان عاد نرمي فيها الحلوه. وهنايا العسل ديالي حتى هو راه سخون و مقوم، هذا صوبته بالليمون اللي صوبت معكم داك المره، كيجي زوين بزاف. والبليغه ديالي هي هذه. دابا ان شاء الله غنبدا نقلي. بعد ما كيسخن الزيت كنبدا نقلي غير بشويه بشويه، ما كنعمر شيء المقله حتى تزاحم ليا البليغه، غير القياس. ودائما كنبداو من الطاوه الاولى باش كنلقاوها نشفات وشدات راسها وكنقدروا نتحكموا فيها وما كتحلش لينا في الزيت الوقيته اللي كتكون مشدوده مزيان. بعد ما كنكون مجهده البوطه غير كتسخن الزيت كنقصها باش كطيب على خاطرها وما كتحرق شيء. ومن بعد كنرميها في الزيت، راه ما كنبقى شي نحرك فيها، كنخليها حتى كتشد راسها مزيان وكتقصح، عاد يمكن ليا نحرك بحال هكا باش طيب على راحتها وما تجيني لا عوجه لا والو. وحينت ما درت شيء الابيض ديال البيض، هي ما دارش ليا بعد الكشكوشه، بقات عاديه وكنشوفها كيفاش كطيب. شي مره الا درنا البيض ديال الابيض البيض في هاد الحلوه هادي كتجي مكشكشه وما كيبقى شي يبان لينا شنو كنطيبو. يعني حتى لا بغينا نشوفوا واش تحمرت ولا كنحاولوا نديروا لها هكذا نهزوها باش نشوفوا. ومن الاحسن نديروا غير الاصفر ما نديروا شي الابيض، وكتجينا مزيانه بداك القوام اللي كنديروا فيها. دابا بعد ما خدات اللون اللي بغيت، اللون اللي خاصها تاخذ هانتوما، وبعدا راه المقله ما عمرها تشي ليا بالزيت بالجنجلان سمحوا لي. دابا غادي نحاول نسقطرها بحال هكا مزيان مزيان، وغادي نرميها في العسل وغادي نخليها واحد المده في العسل. دابا شفتوا الشكل ديالها كيفاش جات، هانتوما جات غزاله تبارك الله ذهبيه، وفي نفس الوقت راها ما عوجه شيء، بقات في الشكل ديالها لانني ما عمرت شيء المقله، كنرمي على القياس. من بعد دابا غنخليها حتى طيب ليا المقله الاخرى
وغادي نهزها نديرها في واحد الكسكاس تصفى، وداك الساعه عاد نقادها معكم. حبابي بعد ما ساليت على بركه الله حلوه البليغه كملتها. هنايا درت ليها 2 لوزات من التحت ومن الفوق، وهنايا خليتها غير بنص لوزه هكا غير وحده. وانتم ديروا الشكل اللي بغيتو، سواء ديروا ليها اللوز ولا كاوكاو ولا باش ما بغيتو. المهم فيها وهي جات رطيطبه وجات غزاله وهشيشه، وحتى في المذاق غزال. وكنتمنىكم ان شاء الله تجربوها. هانتوما شحال هشيشه وزوينه، حلوه زمنيه، هذه ما كتموتش، كتبقى معنا دائما. وانتم غتصاوبوها بالطريقه اللي بغيتو، سواء كاوكاو اولا اللوز اولا، المهم غير يكونوا هاد القوام هادو. وحبابي عطاتني تبارك الله واحد الكميه اللي هي مزيانه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالها، كنديروا واحد السلوفان وكنديروا واحد العلبه اللي كتغلق مزيان وكنحطوها في الثلاجه، كتبقى محافظه على التقرمشه ديالها وعلى سميتو الشكل ديالها، ما يعني ما كترطبش. ولقيتها اللي كنخليوها واحد المده طويله على برا ما كتعجبنيش، ما كتبقاش مقرمشه، كتولي شويه هشيشه.